يا مساء الحلويات على احلى اصحاب واخوات، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلناه مع بعض. ما تنسيش بقى لو انت مشتركه معايا، لو انت مش مشتركه معايا ولسه جديده، ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، يوصلك مني زغروطه من قناتي. بصوا بقى هنا الجمال، بسم الله ما شاء الله. تعالوا نبدا بقى كده ونشوف الجمال. عدى الكلام يا ولاد بمراحل، والله بمراحل. بصوا بقى هنا بسم الله ما شاء الله، دي البطايه بتاعتي، وطاجن ورق العنب والملوخية والكوسة باللحمة المفرومة والبتنجان، محشي بتنجان. عايزة اقول لكم ان الاكل ده احنا واكلين الساعة 12 بالليل، يعني المفروض ده غدا، لا بالنسبة لنا بقى عشاء. وعشاء ايه؟ عشاء متأخر. بصوا بقى، تعالوا شوفوا طاجن ورق العنب وجماله. بسم الله ما شاء الله، وهو معمول كده في الفرن ونازل كده. بصوا بص، يدخل القلب على طول. بصوا بقى الجمال والشياكة والأناقة، بسم الله ما شاء الله. لا وبصوا بقى كمان اللفة، اللفة برضو يا جماعة لفة فنانة، والله لفة فنانة. بصوا بقى، مش هاخدكم في دوكا، هقول لكم انا عملت ايه بالظبط. وعايزه اقول لك كمان إيه، لو حابه ان انتي تعملي محاشي، اوعي تغلطي غلطتي وتعملي زي ما انا عملت. هقول لك تسهلي على نفسك ازاي وتعملي ازاي، إيه، بحيث ان اليوم بتاعك ما يبقاش مضغوط او تحسي ان انتي تعبتي او مخنوقه او مضغوطه اما تعملي كل كميه المحاشي، او مش كل كميه المحاشي. يعني انتي لو هتعملي حاجه واحده هتبقى سهله بالنسبه لك، لكن انتي بتعملي كام نوع، لا. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله كده ونبدأ. دي اول حاجة بطاية، بس يعني حطها كده في المحلول بتاعها، عامله لها المحلول بتاعها. البطاية دي كانت ماما ربنا يخليها لي يا رب جايبها لي. بسم الله ما شاء الله، البطاية كانت حلوة، يعني مش صغيرة ومش كبيرة قوي. فاخدت وقت على النار بتاع ساعة ونص على النار، او ساعة وربع. هنا بقى انا كنت عامله لها المحلول بتاعها مية بملح بليمون بسكر بحبة طحينة. الطحينة سحر سحر، مش هتخلي لك سنة زفارة ولا ريحة زفارة فيها. اول حاجة بقى انا عايزة اقول لكم على حاجة، المقوار بتاع الكوسة ده اختراع وبيسهل عليا، بتبقى جميلة جميلة جميلة. بتعملي كده وبتلفيها، بتلاقي الكوسة، القلب بتاع الكوسة كله طالع معاكي. يعني هي فعلا بجد جميلة أوي ومنقذة يعني. بصي بقى، أول حاجة هنسمي الله. لو عايزة يا ست الكل تبدأي تعملي محشي، أو عارفة ان انت هتعملي محشي، اوعي تعمليه في نفس اليوم. اسمعي كلامي وسهلي على نفسك وما تضيعيش يومك ووقتك ومجهودك، واعمليه قبلها بيوم. تعمليه قبلها بيوم ازاي؟ تجهزي كل حاجة قبلها بيوم. انا مش مع ان انتي تعملي المحشي او تحطيه في التلاجة. لو هتعملي كده آه يعني تبقى خلاص، يعني كام ساعة، يعني انتي مثلا تكوني بتنامي الصبح زي حالاتي كده الساعة 4 5 الصبح، وخلاص هتقومي مثلا على الساعة 12 الظهر تشغلي على الحاجة بتاعتك او تعلقي على الحاجة بتاعتك. اول حاجة عشان تعملي ورق العنب ده زي ما انت شايفة كده، بتبدأي تعمليه ورقة ورقة وتحطيه على الوش وتحطي اللي على الظهر على الظهر، تظبطي الاتجاهات بتاعته عشان تاخدي منه على طول. دي حاجة، اول حاجة بتاخد معاكي وقت، تاخد معاكي وقت. انت بتسلقي ورق العنب وبتبدأي تشيلي العناقيد بتاعته وبتبدأي تحطي الورقة واحدة، يعني واحدة واحدة كده، تشوفي الاتجاه بتاعها عشان يبقى بالنسبة لك سهل. اول حاجة طبعا عملت الكوسة. وهنا بقى بصوا الطاجن بوريه لكم عملت هنا ايه. قطعت بصل، حلقات بصل وطماطم وليمون، وحطيت العناقيد بتاعته تحت. طبعا انتي ممكن تحطي، وهنا الكوسه طبعا قورتها وعملت لها شكل كده من بره. ممكن تحطي في البرام كمان من تحت جزر، شرايح جزر وشرايح بطاطس، زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه. بس انا استكفيت بالكوسه بالطماطم وبالبصل وبالشرايح الليمون، واللي هو العناقيد بتاعه الورق العنب. اول حاجه هنا بقى الطبق ده انا ما كنتش بعمل من الطبق التاني. ليه؟ لان كنت معصجه حبه لحمه مفرومين كانوا عندي في الفريزر، فحطيتهم على شويه الرز دولت وقلبتهم كويس وظبطت الملح بتاعهم وحشيتها. ليه بقى؟ الكوسه دي اول حاجه انا مشغله الفرن بقاله نص ساعه شغال، يعني اول ما خلاص بدات وحطيت الحاجه كده فشغلت الفرن وطلعت، بدات بقى ان انا اعمل ورق العنب واعمل الحاجات دي لحد ما الفرن يسخن قوي. اكون اول حاجه حطيتها دخلت صينيه الكوسه. صينيه الكوسه اللي في البايركس دي روعه، اختراع. ما تعملوش على النار، ما تعمليش الكوسه بجد على النار، وبالذات لو عندك ضيوف. عايزه تدوقي احلى طعم للكوسه اللي هو في الفرن. وكمان عايزه تدوقي طعم ورق العنب صح، اعمليه في البرام.
في طاجن كده، بيبقى في حتة تانية خالص. اول حاجة عملت الكوسة كده، ورحت جاية داخلة حطيت كنت طبعا البطة على النار، وحطيت شوربة، وحطيت العقد بتاعها، وحطيتها في النار، حطيتها في الفرن على طول من تحت، يعني على الصاجة من تحت، ما حطيتهاش على الشبكة. شغلت فوق وتحت، لو فرني بيشتغل فوق وتحت عادي. دي حاجة. انا كنت كل حاجة بخلصها بدخل احطها جوه في الفرن او بعلق عليها، لان ما كانش في وقت. انا بادئه في المحشي ده الساعة 7 بالليل، فطبعا كان اول مرة نعمل محشي، يعني كام حاجة كام نوع، وابدأ فيه متأخر قوي كده. هنا بقى كنت خلصت الكوسة، دخلت حطيتها كده، علقت عليها وحطها في الفرن، وبدأت بعد كده بالبتنجان. قلت برضه عشان انا هحطه واعلق عليه على النار. وبعد كده ورق العنب. ورق العنب مش بياخد وقت طويل، يعني كل المحاشي استوت ورا بعض، او في نفس الوقت بتاع، يعني بتاع نفس الوقت مع بعض كده. بصوا بقى، هنا انا بدأت اجيب كده، انا مرضتش اصور لكم الفيديو اللي انا يعني المقطع اللي انا بقور فيه البتنجان والكوسه والحاجات دي، لان قلت عشان ما اطولش عليكم، مش هتستفيدوا منه حاجه. يعني موضوع ان انت تقوري البتنجان او كده، في ناس بتجيبه جاهز، يعني في ناس بتجيبه اطباق جاهزه، او الموظفين. بس عايزه اقولك ان هو بيبقى غالي، آه، يعني غالي وما فيهوش بركه، فاهمه قصدي؟ يعني هم بيوزنوا لك الكيلو، عقبال ما بيقوروه بيبقى نص كيلو 400 جرام، وبيبقى بالسعر. لو هو مثلا ب15 بيبيعهولك ب25. يعني انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فالاوفر ان انت تجيبيه عندك وتقوريه. طبعا كل الحاجات تعمليها من بالليل، وتقوريه يبقى من بالليل، وتجهزي كل حاجتك. بصوا بقى، اول حاجة الكوسة، لو انت يعني لسه عروسة او بنوتة وبتتفرجي على فيديوهات زي كده عشان تتعلمي، او داخلة على الجواز، اول حاجة الكوسة اوعي تغلطي الغلطة دي ابدا. ما تجيبيش الكوسة وتحشيها زي ما بنعمل البتنجان مثلا، او زي ما امهاتنا بيعملوا البتنجان على طول وبيحشوه بعد كده بيغسلوه. لا، الكوسة اصلا بتبقى مزروعة في رمل، يعني محطوط حواليها رمل، فالرمل ده بيبقى ناعم وبيمسك في الكوسة، يعني اقل حاجة بتمسك في الكوسة بتبقى ناعمة. فانتي اول حاجة تبدأي تعمليها، لو انت هتعملي مثلا نوع تاني مع الكوسة، تغسلي الكوسة بتاعتك كويس جدا جدا جدا، تمشي عليها المية وتمشي ايدك كده على الكوسة كلها، وبعد كده تسيبيها تنشف، وبعدين تقطعيها عادي وتبدأي تقوريها. وبرضو في الاخر تغسليها وتتأكدي من غسلها كويس جدا، لان الكوسة لو فيها رمل هتبقى مشكلة، يعني بجد تعبك هيروح كله على الارض وعلى الفاضي. انا خلصت البتنجان، وكمان قمت حطيت العقد بتاعه وعلقت عليه، وحطيته على البوتاجاز. البتنجان ما حطوش في الفرن ولا اي حاجه، انا حطيته على البوتاجاز. هنا بقى ورق العنب سهل جدا في لفه، ايا كان الورقه كبيره الورقه صغننه. في حاجه بقى، ورق العنب بياخد وقت ومجهود، ليه؟ لان انا برصه على بعضه. آه برص على بعضه، بيبقى فيه ظهر ناعم، وفيه اللي هو بيتلف عليه الوش بتاعه اللي بيتلف عليه، اللي هو الخشن. احنا بنلف على الخشن مش الناعم. لو الناعم لفتي على الناعم، بصي الورقة مضلعة ازاي وخشنة. بصي اللفة سهلة جدا، بتحطي حبة الرز بتوعك وتقفلي من ناحيتين. بصي اهم حاجة بقى ان انت تضغطي كده في اللفة بتاعتك، تضغطي عليه. في ناس بتلفه على صينية كده بتبرمه عادي، وبيتلف على صينية، بس مش بيبقى مضغوط قوي. يعني في ناس ما بتعرفش تتحكم قوي في الضغطة بتاعته، فاسلم حل ايدك. يعني ايدك هي حساسك، هي اللي هتحس ان هو ملفوف صح او مضغوط عليه ولا لا. بصي بقى كده، انا بس كنت بوريكم واحدة بالراحة. بصي، بتجيبي من الجنب اللي هو كان فيه القمع بتاعه او العنقود بتاعه، تحطي حبة الرز وتقفليه من الجنب ده ومن الجنب ده وتلفيه، بيبقى باللفة بالطريقة دي. لو انتي لفتيه على الجنب الناعم او الناحية الناعمة، مش هيقفل معاكي، يعني هتيجي تقفليه كده برضو مش هتلاقيه قفل معاكي، هتلاقيه بيفك تاني. تمام كده، فخدي بالك من التركية دي. بصي، تلي انا بضغط قوي، هو عشان تضغطي قوي فهيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله حلو، والصبع ماسك نفسه زي ما بيبقى في المحلات بالظبط، وهيبقى احلى كمان. طبعا بقى توابل المحشي، انا كنت مخدعه من بالليل، او عامله الصلصه، مسبكه الصلصه من بالليل. دي الحاجه الوحيده اللي كنت عاملاها، وكنت حاطاها في التلاجة، فما كنتش هعمل المحشي في الوقت ده. فهم جم قالوا لك لا اعمل لنا محشي، فرحت جايه قايمه مطلعه البطه، وبدات بقى ان انا احطها في المحلول بتاعها، وبدات ان انا اسلق ورق العنب، وان انا اقور البتنجان والكوسه،
واقطف الملوخيه طبعا جايباها خضره، مش بحبها اكياس قوي، يعني كل فين وفين لو جبتها مثلا كيس مره، بس انا بحبها طازه كده وفريش. ان انا يعني اللي اغسلها بايدي، اقطفها واغسلها بايدي واخرطها، بتبقى طعم تاني خالص. ومش بحب الناشفه. في ناس كتير بتحب الناشفه وبتستسهلها، لا انا بحب اللي هي الطازه. بصي، مفيش اسهل من كده. بصي تضغطي كده، تضغطي بايدك بقى، يعني تلفي بالجنب اليمين الشمال، يعني اي ناحية انت عايزاها. المهم، عايزة اقول لكم كمان، لو انا كان معايا حد او حد بيسلك لي الورق من بعضه، ورق العنب، كان هيبقى برضو سهل عليا، لكن انا كنت بحاول، كان بيبقى يعني لازق في بعضه كده، كنت بحاول ان انا اسلكه من بعض. يعني كل حاجة بتاخد وقت ومجهود، والله بجد الله يكون في عون يعني الستات البيوت، والله بيبقى يعني حمل عليهم موضوع الاكل، ولا يوم كده عامله لهم اكل حلو ولا محاشي اللي هي بتاخد وقت. يعني عارفين اقول لكم، الطبيخ مش بياخد وقت قوي زي المحاشي كده. الطبيخ بتعملي مثلا التسبيكه بتاعتك، وخلاص. لو عامله لوبيا بتسلقي اللوبيا وبتحطيها، عامله بسله نفس النظام، بتحطي البسله والجزر والبطاطس وبتعملي شوية الرز. ولو بتعملي مثلا فراخ او صينية فراخ، مش بياخد معاكي نص ساعة او ساعة بالكتير قوي لو وقفتي في المطبخ. لكن المحاشي بتاخد وقت كتير ومجهود كبير، بالذات لما يبقى كام نوع. بصوا بقى هنا خلاص كنت خلصته ووريتكم يعني كان عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا عاملاها يعني الرصه دي علشان خاطر لما اقلبه يبقى بالرصه دي. وهنا طبعا حطيت له القعد بتاعه، ولا العقد بتاعه زي ما بيقولوا، حطيته في الفرن وسبته بقى قعد من ساعه لساعه وربع. بصوا بقى طلع بالجمال ده، بسم الله ما شاء الله. والبطه طبعا طلعتها بعد ما استوت سوا كامل، حطيتها بس في الفرن تاخد لون من فوق، لون من فوق. وطبعا البتنجان زبدة، وبصوا بيلمع ازاي، شكله روعة، وكان طعمه كمان والله روعة. والكوسة طبعا باللحمة المفرومة خيط وش من فوق، والملوخية. البطاية بقى عملتها ازاي، جبت معجون صلصة، الصلصة اللي هي اللي في العلب، فخدت معلقة وعليها كمان معلقة طماطم عادية، عصير طماطم، وحطيت الملح والفلفل الأسمر، وحطيت توابل فراخ او مثلا 7 بهارات، ورحت جايه دهناها كده على الوش وفي الجناب، وحطيت في صينيه تحت حبه زيت، ورحت جايه مدخلاها تحت الشوايه، خدت لون من كل الاتجاهات. البط مش بيتحمر في زيت، بيشرب الزيت، ومش برضه هيديكي يعني قرمشه. بصوا بقى هنا بسم الله ما شاء الله، بوريكم وانا يعني طاجن العنب كده وهو مقلوب شكله عامل ازاي. مفيش بعد كده ومفيش اسهل من كده. والملوخيه والبط بصوا بقى، ما شاء الله ما شاء الله. استاهل لايك ولا لا؟ استاهل لايك وكومنت حلو. لو اول مره تشوفي قناتي ولسه ما اشتركتيش معايا، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني زرغوطه من قناتي، ويوصلك مني كل جديد انا بنزله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه، باي باي.